ازيكم؟ النهارده هعمل معاكم البقلاوة بطريقة سهلة وبسيطة. صغير وكبير هيحبها، واللي هيقعد ياكل من البقلاوة دي مش هينساها ابدا. هنعملها باسهل طريقة ممكن تعمليها بشكل ممتاز. كمان تقدري تقدمي هدية منه لاي حد بتحبيه. Oh my God. سمعنا القرمشة قد ايه بتخش جوه الودن كده، ايه يعني تلعلع. هنعمل البقلاوة حلوة قوي قوي. لحظي الجميل ما فتحت الكيس لقيت الكيس كله ستيكي ببعض، يعني الورق لازق في بعض ومقطع. فالصراحة يعني انا يعني مش عارفة اقول لكم ايه، مش عارفة ازاي طلعت النتيجة دي. ما علينا. مسكت الورق فكيته على قد ما اقدر على قد، ودي كانت احسن الورقة، احسن الورقات اللي كانت موجودة جوه اللفة كلها يعني. دي الكام ورقة لقيتهم سليمة، والباقي فضلت احطهم مع بعض. حطيت الاول زبدة، وبعدين حطيت عين الجمل اللي هو جوز، طحنته نص طحنة كده، ورشيت عليه البطل النهاردة هو القرفة. عملت اللاين كده خط واحد على على عين الجمل اللي هي قرفة، ورشيت رشة كأني برش كده ملح، فاهمين؟ بس رشيت قرفة على الورقة كلها، تاتش بسيط جدا، اوعوا تحطوا كتير، ده احسن يعني انتوا عارفين القرفة ومفعولها العالي. ولفتها على عود طويل بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبعدين ابتديت بايدي اليمين والشمال ازق اللي هو الرول بتاع البقلاوة في بعض، ادخلهم في بعض عشان اعمل الكشكشة الجميلة اللي انتوا شفتوها. ورصيتهم في النهاية في الصينية بالشكل ده. طبعا هبتدي عشان اعمل شكل جميل، خاصة ان الورق كله ما كانش عندي مظبوط ومقطع، وحاولت يعني اظبط فيه على قد ما اقدر عشان في النهاية اطلع بحاجة جميلة. هبتدي اخد الحروف كلها اللي هي اللي شكلها مش عاجبني، هقطعها واحطها في الصينية على جنب. بس عايزة اظبط شكل البقلاوة بتاعتي صوابع، عايزاها يبقى شكلها حلو كلاس، يعني حاجة كده اقدمها وانا مبسوطة. ورحت موزعة الرول على 2، يعني مرضتش اعمله صغير، حبيت اعمله على 2، لقيت الشكل افضل. هندخل على السيرب بتاعه سريعا، هسيب لكم اللينك بتاعه جوه صندوق الوصف. جبت السكر، المية المغلية، دوبتهم الاول مع بعض وحطيتهم على البوتاجاز، نزلت عليهم بعصير الليمون وسبتهم. من اول ما تعمل كده توصل لمرحلة دي ان هي تغلي، تسيبيها 7 دقايق. في الحالة دي هتاخدي قوام حلو كأنه عسل. امتى تعرفي انك انت عملتي سيرب او شربات مظبوط؟ لما تلاقيه زي العسل، تقل القوام بتاع العسل. في البقلاوة في الكنافة عايزين القوام بتاع العسل. بصوا بقت عاملة زي، حتى اللون كمان اتغير. هنزل هنا بالفانيليا عشان بحب ريحة الفانيليا في السيرب بتاعنا. هسيب اللينك جوه صندوق الوصف، والمقادير جوه صندوق الوصف، انا عامله لوحده. ودخلته الفرن على درجه حراره 200، قعد حوالي 25. حطيته في الصف اللي من فوق خالص. لو هتحطيه في النص خليه على 100 اسمها ايه 190، تمام. ووزعته بالسيرب بتاعه بالشكل ده. خدت بقى قسمته على نصين، تبارك الله، رغم اللفه كانت يعني مش كويسه، الورق مش عاجبني، ولكن اداني الكميه اللي هي الحلوه دي. خدت النص، نزلت عليه بصوص الشوكولاته ابيض واللي هو الحليب، وظبطتها بالشكل ده. وهنا نزلت باي نوع نتس عندي، انا نزلت بعين الجمل والفستق، وكانت دي النتيجه. لو هتحطي الجلاش على درجة حرارة 200، اتأكدي من 20 ل 25 دقيقة، عشان 200 هتبقى عالية عليه، فخليها 190. Oh my gosh. Oh my god. Do you want one? Yes. Go. اوه، ليه اخدتي لي في المية دول؟ عشان في شوكولاتة. قولي بقى ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ كويس. كام؟ 100.